الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما قبل، أكابرنا عصر علينا فإننا بنا ظلم باطل وأنتم نواهل. يسمع عن الجامعات الإسلامية ويرى مخرجاتها تحدثه نفسه أن يكون من منسوبيها، بدأ بقراءته وكتب إليها كتبت ولو قدرت هوى وشوقا إليك لكنت صبرا في الكتاب. كم كان يلح في دعواته أن يتممها له ربه للقبول. إن يكن قلبك الغداة خليا ففؤادي بالخير أمسى معارا. قلبي يحن إلى الزلف وساكنها وما حنيني إلى الأحلام ملك يمني. مشاعرنا توصف حينما رأى نفسه واقفا على بوابتها طالبا، حينما رأى احتار أي كلياتها يدخل، لكن هواه إلى الحديث وأهله. رسم طالبا في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، وجعل يتقلب بين أروقتها ويتردد بين صالاتها وينهل من معين علمائها، ولم يفجأ إلا وهو في هذه الليلة على عتبة التخرج، وقد خلف وراءه 4 سنوات له في كل لحظة من لحظاتها ذكريات وأحاديث. فأين ليالينا وأسمارنا التي تبل بها عند الظماء كبود؟ واليوم زان مراسم حفله مشايخه ومربوه في ليلة عرائسية لا تنسى، اجتمع فيها المربي والمتربي والشيخ والطالب يهني بعضهم بعضا بهذا المشوار العلمي السابق. إني لأذكر أياما بها ولنا في كل إشراق يوم قرة العين. أما بعد، معالي مدير الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة، عميد كلية الحديث ووكيل الجامعة للتطوير ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية وعميد عمادة الخريجين، رؤساء الأقسام، أعضاء هيئة التدريس، إخوان الطلاب الحاضرون جميعا كل بصفته واسمه، خير نرحب بكم في هذه الليلة القمراء خير ترحيب، وأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعشر لكم الخطى وأن يجعلها في ميزان حسناتكم. خير ما نستفتح به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يشرف بها الأسماع الطالب محمد مصطفى مرزوق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
أيها الحفل الكريم، أجدني في هذه الليلة بخيلة كلماتي أن تكفي في حق قدركم وشرف مقامكم، فمرحبا بكم مرحبا في هذه الليلة الحمراء، ومرحبا بكم بين أبنائكم ومحبيكم، وأهلا وسهلا بهذه الوجوه الطيبة التي زادت الحفل بهاء وضياء. فعساك تزهو يا زمان بقربهم فأقول مرحبا يا زمان ومرحبا. ففي كل عام تخرج كلية الحديث الشريف كوكبة من طلابها بعد أن قضوا حياتهم في الكلية، نهلوا من معينها وتنقلوا بين أحيائها وعاشوا لحظاتها المائية بين ذكر وحرص. وإن كان للجامعة الإسلامية كلية اتفاق بها، فلتفخر بهذه الكلية العظيمة التي جمعت شرف التخصص مع خبرة التدريس والمتدرب مع محاضرة أبنائها الخريجين، وكل واحد منسوبين الكلية العالمية التعليمية يضرب بحق والذي المعاصي الكريم. سيروا بنا أعمى فجدا، سيروا بنا أنشد ونبدا، سيروا فرادا أو هنا والجمع للغايات النجدة، لا يكونن بعزمنا يوم يريدنا الحزن بالله. الدكتور حسين العبدلي عن كلية الحديث يلقي رسالة الدائمة الحديث إلى قلوب أبنائه والرغيب إلى نفوسهم في الدين. تدخل مكتبه ولا تدخل إلا وقضى على جدته إن كان بنفسه ذلك. الحديث كلية الحديث إلينا مشركون، وخير من يتحدث به الدكتور فليتفضل باليمين.